عمليات تجميل للاموات حاجه غريبه مش كده؟ واصلا ينفع نعمل عمليه تجميل لحد ميت؟ الحقيقه في ناس عملت كده. حضاره قدماء المصريين دول عملوا عمليات للاموات لانهم كانوا بيؤمنوا ان في بعث بعد الموت، وان اللي هيموت هيبعث على الصوره اللي اتخلق عليها، فكانوا بيحبوا ان اللي يبعث بعد كده يبعث في اجمل صوره وابهى صوره. فلو كان في كسر في اي منطقه كانوا بيجبروه، ولو كان في اعوجاج مثلا في الحاجز الانفي او كسر في الانف كانوا بيرمموه تاني من اول وجديد. طيب نقدر نقول كده ان حضاره القدماء المصريين هي اول حضاره بدات التجميل؟ احنا ما نقدرش نقول الكلام ده لانهم كانوا بيعملوا تجميل على اموات مش احياء. طب يا ترى ايه الحضاره اللي بدات التجميل؟ الحقيقه الحضاره اللي بدات التجميل فعليا وتأرخ ده هم الهند، عن طريق طبيبهم المشهور سوشراتا. سوشراتا ده يعتبر من اوائل الناس اللي عملت تجميل للانف، وموضوع سوشراتا ده وتجميل الانف ليه قصه حلوه جدا ومضحكه جدا هبقى احكي لكم عليها في فيديوهات تانية. من خلال اللي حصل والتطور اللي حصل بدايه من القدماء المصريين مرورا بالهند، قدرنا دلوقتي نوصل لاحدث التقنيات لعمليات تجميل الانف. وعمليات التجميل بصفه عامه اللي بدات توصل لمستوى عالي جدا من الدقه بيرضي المرضى، وبتكنولوجي عاليه جدا، وبسيفتي عاليه جدا. وفولو لحكاوي تجميل جايه كتير.